Ladies and gentlemen, I have been working in Dubai for the last 10 years. The welcome I've received during my stay makes me feel that I'm in my own country. I would like to thank my wife, Bao, from the bottom of my heart. As she speaks Arabic a lot better than I do, I would now like to pass over to her. Thank you everyone. Jack Gozi. أنا أكثر واحدة أعرف في الدنيا كلها. كثير منكم بيخاف من جاك. فين مهندس شريف كاري؟ I will call him Mr. Jack. الو. الو. ايوه يا اياد. روح خبط على عمك شريف، قول له يجي الحفله هلا. اقول له مستر جاك عاوز. طيب. ايه في ايه؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انت مالك انت؟ مين دي؟ دي بنت خالتي. انت عايز ايه؟ بابا اتصل وبيقول عاوزينك في الحفلة. مش جاي، قول لهم مش جاي. مستر جاك عاوزك. طب انا جاي حالا، يلا مش انت. نريح فين؟ من هنا. وانا كل ما اجي لك الاقيك عامل عيد ميلادك. يلا يا اياد من هنا بدل ما اعورك. نص ساعة وهجيلك على طول، ها؟ اوعى تمشي. لا انت هتمشي. انا هاخد ده عشان اضمن اجليك هنا، ها؟ انا الحقيقة بعتذر عن التأخير. أنا ما كنتش جاي خالص لأن أنا ما بعرفش في لغة الخطابة والحفلات والحاجات دي. أنا راجل مهندس. أنا بتاع مكن. أنا أحب المكن جدا. بعشق المكن. أنا أقف قدام مكنة يركبني 500 عفريت. ما أقدرش أسيب المكن. بيبقى فيه لغة حوار بيني وبين المكن. والحقيقة المكنة غير أي حاجة تانية. أنا مش عارف أقول إيه بصراحة لأن المكن مسيطر عليا، والمكن لما بيسيطر على الواحد Thank you very much indeed. فين المهندس شريف خيري؟ البير هينفجر. النهارده اجازته، هو في البيت. هلا بجيبه. الو. الو. ايوه يا اياد. روح خبط على عمك شريف صحيه. قول له البير هينفجر. عربيتي مش موجودة. الظهر بايت بابا. اديني كل شيت. كالكوليتر. ارفع الطفل خليها 14. حاضر. Thank you, Sharif. You are very clever. You saved us from a real disaster. Thank you boss. Thank you very much indeed. احنا ما عملناش حاجة يعني. Excuse me boss. يا محمود. أبو اياد. ايه مالك؟ لا مفيش، ده الشراب اصله كان زقاق، رجلي كانت تعبانه شويه. كنت مختفي فين؟ اسكت، انا كنت واقع وقعه سودا. مع واحده برضه. يا معلم. اخرتك سودا يا شريف، اهمت بقى شويه. الراجل بده يعمل تحقيق. طيب حاولوا انتوا براحتكم عشان انا النهارده اجازه وهمشي. طيب ممكن تجيب اياد من المدرسه؟ اصل انت يا شريف انت عارف اياد روحه فيك وانت اللي علمته يحكي مصري. طب ماشي اوكي. يا زفال، لا انا حرمت اروح بيوت، ما قلت لك نيجي عندي ونبقى براحتنا. اسمعي، انا بكره عندي ورديه بالليل نايت شيفت، تعالي لي بكره الصبح، هسيب لك المفتاح تحت الدواسه.
هيكون عندي مشوار صغير، اجي الاقيكي جاهزه في البيت. اجي الاقيكي تحت السرير، فوق السرير على طول. عم شريف، طب باي باي. ايه يا اياد؟ واللي يدافع عن الارض يبقى ارهابي. والله انا مش فاهم انت بتقول ايه، انما مين اللي قال لك كده؟ مس ان وقفتني في الكورنر وقالت لي ان انا ما البسش ده تاني. مين؟ مس ان. اسأل دي حلوه؟ حلوة ايه؟ بكلمك فيها وانت بتكلمني فيها. عشان لو حلوه اروح اكلمها لك. خارجة من هناك اهي. هي الميس راحت فين؟ كنا هنموت. Gentlemen, I would like to take this opportunity to thank Sharif Kari for all of his hard work. I've decided to promote him to company man. Show of hands, please, gentlemen. هترقوه؟ ايوه. فين شريف كاري؟ هو اصله ما بيعرف. كان عنده نايت شيفت امبارح. هلا ببلغه. بص يا اياد، انا لا ليا اب ولا ام ولا اخوات ولا ابن شقي زيك كده يطلع عيني. ولا اصحاب؟ لا طبعا كان ليا اصحاب. في سنين الغربه الاولانيه كنا بنكلم بعض ونبعت جوابات لبعض، الحاجات دي فضلت تقل لغايه ما بقاش في حاجه خالص. ايه في ايه؟ هو كل ما يطلبك ما لقاكش. فوت، عاوزك جوه. متعرفش عايزني في ايه؟ فوت. ربنا يستر. Good evening, boss. Good evening, Sharif. Have a seat. How are you, sir? I'm fine, thank you. Sharif. Yes, sir. أنا مكادا مكودك الكبير اللي بتبذلو هنا. مجهودي أنا. أنت هتكون كبير مهندسين الشركة. Thank you, sir. Thank you. Let's have some champagne, Sharif. Champagne, yes. Oh, champagne. Whoa! Easy. Oh, God. Easy. Leave it to me. Oh, God. أهم حاجة اللي احنا نحافظ على الروابط الأسرية بيننا وبين بعض. رفضوني يا عم. يا سيدي ما احنا ياما اشتغلنا. خلاص بقى ابو اياد هتعملها شغلانه، بعدين هو انا كنت اعتديت عليها ولا اغتصبتها؟ ما كان بمزاجها. لا انا نازل مصر. عندي شقتي هناك مقفوله بقالي 20 سنه. بتقول ايه؟ ايه؟ ماشي، يبقى سلم لي على الواد اياد، هيوحشنا وابن الكلب ده. يلا باي باي. شريف يخرب عقلك. ايه اللي جابك؟ جيت عشان اسلم عليك. هتوحشني كتير قوي، بس سيب ابوك وتيجي معايا. يا بختك يا عم. بخت على ايه؟ مرفوض وراجع قفايا قمر عيش. رجع بلدك. انا كمان نفسي ارجع بلدي. ان شاء الله هترجع بلدك. هشوفك، لازم هشوفك تاني. You are so sweet. Thank you. Where are you from? Singapore. Singaporean. أنا قلبي اتفتح للرحلة دي، المشوار بان عليه سالك. اتكلم عربي؟ شوية. هتقعدي قد ايه في كايرو؟
just one night. ما هي وان نايت دي، احنا عايزين ايه غير وان نايت؟ What? وات از يور نيم؟ Oshin. اوشين. ماي نيم از شريف. كل مي شيري. Okay, Sherry. شيري. اوشين. تخيلي النهارده عيد ميلادي. Oh, really? صحيح. Happy birthday. ثانك يو فيري ماتش. يا ريت تحتفلي بيه معايا النهارده. الكارت ده في عنواني ورقم تليفوني. I will come. هستناكي. لا سالكة، انت شغال زي الفل. الحمد لله على السلامة يا أستاذ شريف. مفيش أي ممنوعات يا فندم غير انتوا متأكدين ان الراجل ده جاي من الامارات؟ أيوة يا فندم. الله، ما لو جاي من فرنسا كان جاب معاه ايه؟ الشنط جاهزة يا شريف بيه، اتفضل. اتفضل 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 اتفضل. اتفضل يا شريف باشا. على بيت الحيوانات. هو في ايه؟ ربنا يهدي يا باشا. افتح يا ابني. ربنا يهدي يا باشا. برضه اهلا وسهلا. اهلا شريف باشا، نورت بيتك وبلدك يا فندم. وايه الحكايه؟ هو في ايه؟ نقيب طارق العباسي حراسه هنا يا فندم. حراسه ليه؟ انت عارف سعادتك الشخصيات المهمه اللي ساكنه في المنطقه، والمنطقه اصلها لبش، الطلبه والجامعه والمظاهرات. ما هو اللبش ده بقى مش عايزينه يغلس علينا. مش فاهم قصد سعادتك يا فندم. اصل انا حبايبي كتير ويحبوا يودوني، فمش معقول بقى في الطلعه والنازله. ها؟ لا طبعا يا فندم، ضيوف سعادتك على راسنا من فوق. طب انا جاي لي ناس النهارده بالليل من سنغافوره. منين يا فندم؟ من سنغافوره، صديقه سنغافوريه. وماله يا باشا، بس ممكن يعني تسيب لنا بياناتها عشان نعمل لها تصريح طلوع. تصريح عشان تطلع بيت انا؟ دي مجرد اجراءات بسيطه يا فندم. هي اسمها اوشين وعينيها ضيقه شويه. اوشين وعينيها ضيقه شويه. اسمها الثلاثي سعادتك. اوشين شكوكو وشوشو. اوشين شكوكو وشوشو. الغرض من الزياره؟ نعم، الغرض من الزياره تعميق العلاقات المصريه السنغافوريه. محل الاقامه في سنغافوره. ورا محطه البنزين. هو انا كل ما حد يجي لي هتعملوا التحقيق ده؟ العفو يا باشا، ده لمجرد العلم بالشيء. اتفضل سعادتك، اتفضل. هي العماره مالها هس هس كده، انا مش سامع صوت لحد يعني. امال انتوا بتأمنوا مين؟ عشان كده.
عرفته؟ عرفته سيادة السفير. خليه يتفضل. استنوا بقى لما اشوف النيله اللي انا فيها دي. مصيبه واتحطت فوق دماغي. بقى انا جاي من اخر الدنيا علشان اقعد في شقتي واستريح، الاقي دول جنبي ولازق فيا، انا ناقص. بعدين افرض دول جات لهم مصيبه تاخدهم ولا داهيه تحرقهم بجاز، والباب في الباب والبلكونه في البلكون، حاجه بيها. مش حاطك معايا برضه؟ مالك بس يا شريف بيه؟ ايه حكايه شريف بيه دي؟ الناس كلها عارفين النهارده ليه؟ اهدى بس يا استاذ شريف. انا عارف ان المفاجاه جامده عليك، لكن احسبها بالعقل وبهدوء. فيها ايه؟ ناس ساكنه جنبك. ناس ايه؟ دول اسرائيليين. اسرائيليين. انت ايه؟ ما هو هنا مقر السفاره الاسرائيليه. ما انا عرفت ما عشان كده الناس كلها سابت العماره وهجت. كله خد له فستان وطار. انما انت سيادتك ما سيبتش العماره ليه؟ اسيبها واروح فين؟ انا مش ممكن اسيبها. طب بص بقى، بما انك انت الجار الوحيد اللي ما سابش العماره، احنا نبقى ستر وغطا على بعض. احنا لا سلام ولا كلام مع العالم دول. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. وما فيش صباح الخير كمان. انما احنا ما تعرفناش اسم الكريم ايه؟ ديفيد كوهين، السفير الاسرائيلي. اكلت العصافير بتاعتي يا عم بدوي؟ اكلكم انتوا الاول عصافير. انت يا راجل انت اللي هقع بجوع. فين البرتقال؟ انت ما عصرتش قفص البرتقال اللي جبته لك؟ انت هتضربني. عصرته. خد يا عم بدوي يلا عشان احنا نفطر. حاسب يا عبد الرحمن. فين؟ عنك في الشركه. مساش الفول يا عم بدوي. ربنا ياخد عم بدوي عشان يستريح. يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابني كده ما ينفعش. ما تعمليش زي محمد علي ليه؟ تقعد تعمل لي مش عارف ازاي. ده عبقري. احنا نبتدي بالاسس اللي هي التقليديه العاديه. ده متغطي يمين شمال، مغطي هنا شمال، يبقى اليمين مغطي هنا، وشمال ويمين وراها على طول. ادي شمال ويمين. اهلا اهلا. صباح الفل. يلا نفطر. ما تخف ايدك شويه يا بابا. لما تيجي من ابوك احسن ما تيجي من حد غريب. انت عندك ماتش يوم الاحد، والواد اللي هتلعبه نزل وايده ناشفه. الواد ده على فكره ممكن يقطعك. يقطع مين يا بابا؟ ايه ده؟ امال فين الفطار؟ بدوي. يا سعاده الباشا. ايه يا بدوي؟ 4 تيران وابوهم، معقول هتكفيهم الفطار ده؟ قلت لك 100 مره العيال دي لازم تتغذى كويس. يا سعاده الباشا مش حضرتك قلت لي جهز فطار خفيف. خفيف ايه؟ اقعد مقيتش انت في العيال دي لغايه ما يحصل لهم اي حاجه، انت حر. العيال دي لو قاعد هياكلوك انت. هياكلوني؟ هما لسه هياكلوني؟ ما كانوا صحيتها يا سعاده الباشا. فين مجانس وترابيسي؟ مين؟ مجانس وترابيسي يا سعاده الباشا. حضرتك عارف 3 سنين ورا بعض. 3 سنين وناخد الكاس بتاع الصحات الشعبيه على مستوى الجمهوريه. غيرش بس يا سعاده الباشا. يا سلام. قطع روحي قطع روحي. تمام. سوكا اللي اسمه سوكا خليته حاط صبع شاهد مني. ده كانوا مسميني اركن الجبار. الناس اللي هي ده. خبر يا سعاده الباشا. اديني يا حسين شويه سلطه من عندك. حط يا ابني شويه كويسين بسرعه. ايوه. حته جبنه من قدامك يا بابا. محمود اديني 15 بيضه من عندك. سميته قبل ما تاكله؟ سميت انت يا بابا؟ سميت في سري. يا بدوي عايزين نص صفيح زيت عشان الفول. دي عربيتنا يا بابا. نهار ابوك اسود، بوظت العربيه. يا ابني اهدى يا بابا. تركبوها ازاي دي؟ يلا يا حبيبي. يلا يا بابا. يلا يا حبيبي خد اخواتك وامشي. يلا يا كوكو. انا بقى هفرجك بنركبها ازاي يا كوكو. انت لسه هتكلمه؟ تعالى يا حبيبي. انت عامل ايه في الجامعه يا حوده؟ فاضل الاورال والريسيرش واخد الديجري. فاضل لك ايه؟ الاورال. القراد؟ بتاخده في الجامعه قراد؟ الاورال يا بوب يعني الشفوي. والله انت ابن حلال يا حوده. والله عمرك ما تعبتني.
عارف ولادتك كانت سهله خالص ولا حسينا بيه. لا جبنا دكتور ولا رحنا مستشفى. قمنا من النوم انا وامك الصبح لانك نام جنبنا بتعيط. في لعبه في امريكا عايز اجيبها، اللي هو ايه؟ تلاقي واحد قاعد عامل كده على قرافيسه مقرفص، وواحد قدامه معاه زقله. زقله؟ زقله زي بتاعت الفطير دي، وفي واحد تاني معاه برضه قفاز كده وبيضرب الكوره. دلوقتي في الراجل اللي هو بيبقى غير اللي واقف ده، في واحد تاني اللي هو عامل كده. اللي عامل كده ده اللي هو ماسك الجوانت غير التاني اللي معاه الزقله. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه، عمال اقول لك من الصبح اللعبه دي اسمها ايه؟ اسمها بسبول. ايه؟ بسبول. بسبول ايه ونيتي ايه؟ بيخبط غير دول خالص، واحد تاني في اخر الملعب بيخبط بالسور كده. مش عارف ايه ده بيخبط. يا ابني اللعبه بتاعت القلقاسه غير اللعبه بتاعت اللي هي الراجل اللي مقرفص اللي عامل كده. يعني في اللعبه بتاعت القلقاسه، والقلقاسه دي تلاقي كل واحد كلهم بيبقوا ملمومين على قلقاسه وبيتخانقوا مع بعض. صدقني يا قادر بيه المره دي في تغيير بجد، لان الجو العام بيقول كده. طول عمركم بتقولوا الكلام ده ولا في حاجه بتحصل؟ ايوه بس الناس نفسها تشوف وشوش جديده، الوشوش القديمه خلاص بقى. مين قال الكلام ده؟ ده حتى بقى في عشره بيننا وبين الوزراء. عارف يا شكري لما بيطلعوا في التلفزيون ووزير مش موجود بيوحشني. اي والله بيوحشني. ديك النهار جابوهم في التلفزيون ووزير البيئه ما كانش موجود. العيال ولادي قعدوا يعيطوا في البيت طول النهار يعيطوا. صحيح الواد حسين ابني ما بينامش الا على صوره وزير قطاع الاعمال. الوزير يا شكري لما بيطول في الوزاره بيبقى عامل زي امك. خد بالك زي امك بالظبط. انت تقدر تستغنى عن امك؟ ها؟ تبقى ليه الاصل. انما ما عندكش فكره سيادتك مين اللي مترشحين للوزاره الجديده؟ يجيبوا اللي يجيبوه بقى يا شكري، احنا مالنا؟ ده يجي ده يروح، احنا شغالين. في واحد اسمه حمدي بسيوني يا فندم عايز يقابل سيادتك. حمدي البسيوني؟ اوعى تكون بتاع الجامعه بتاع زمان، خليه يتفضل. اتفضل يا حمدي بيه. اهلا ازيك يا حمدي؟ حمدي بسيوني. ازيك؟ حمدي كان معايا في الجامعه زمان، كنت انا بلعب بوكس وهو بيلعب مصارعه. فاكر منظرك وانت لابس الريوب بتاع المصارع ده والبزاريس طالع منك كده؟ كان شكلك زباله يا حمدي. كان بياكل خروف لوحده. خروف بالفروه بتاعته. اتفضل يا حمدي. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. اهلا يا حمدي. اهلا. بهاء ابني، سلم على عمك يا بهاء. اهلا يا بهاء. اهلا ازيك يا حبيبي؟ ازيك اخبارك؟ عامل ايه؟ يا واد مالك مخستع كده مش تشرب؟ ما مش ايه بهاء ما تقعد اقعد يا بهاء اقعد. عارف بهاء ده كويس يعني. شد حيلك يا بهاء عشان تبقى زي بابا وعمه كده، شد. اشوف حاجه تشربوها واسيبكم تتكلموا مع بعض. يا عبد الستار. عموما انا مش هعطلك كتير. ابني بهاء اتخرج من الجامعه وكلمنا له معالي وزير القوى العامله علشان يعينه وهو تعين، وكلمنا له رئيسه في المصلحه عشان نريحه وهو مستريح 24 قراط، وكلمنا له معالي وزير الاسكان وجاب له شقه في اسكان العرايس. دلوقتي بقى ما فاضلش غير ايه؟ ان احنا نجوزه. وجاي لنا بقى عشان اتجوز له، ها؟ هو بقى ده ما بيعملش حاجه لوحده ابدا. لا انا جاي اعزمك على فرحه والاسبوع الجاي. اتفضل الدعوه اهي، تبقى تشرفني انت والاولاد. قوي، ده الاولاد هيفرحوا قوي.
دلوقتي حلو قوي 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 قوي. ها؟ استعمل يمينك، عايزك يمينك تستعمله كويس. ها؟ يمينك تبقى كويس. حلو قوي. ها؟ عايز يمينك تبقى حلو. ها؟ شمالك بقى انت. لما تديله شمال يبقى خد بالك من يمينه. ها؟ خد بالك انت من يمينه. ها؟ عايزك تبقى زي الفل كده وتنشف تبقى حلو. ها؟ يلا يا ابراهيم شد حيلك يا اخويا. يمين كونتر. هي دي يا ابراهيم. يلا بسرعه الواد واخد منشطات الحكم ما عدش عليه. الواد هنا تحت الحزام. الواد ضرب في ظهر الجوانتي والحكم ما عملوش حاجه. El escritor era una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Merhaba, mamma Eva. شرفتنا يا قادر. انا متاثر يا حاج. والله اتفضلي. زعيم متاثر. اتفضل. العيال كبرت. اتفضلوا. اتفضل يا استاذ. اهلا اهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. لا شكله كده مش هيشرفنا الليله دي. بالكتير هيديها ميز ديكول. بص يا هو عايز يوم جوازكم كل واحد يبقى قاعد في الكوشه زي الاسد. ما هو العروس هو يا بوب قاعده زي الاسد. والواد العريس بان عليه هيهنج الليله دي. ايه؟ هيهنج. لا البنت خبره بصراحه يعني خبره. وشوفوا قاعده ازاي. القعده دي مش قعده اول دخله ابدا. بابا هم هيخشوا دلوقتي؟ ايه؟ هيخشوا دلوقتي؟ هيخشوا دلوقتي. تعال تخش انت؟ انت مالك؟ انت بتتسلط علينا. عيب عيب يا ابراهيم ما صحش. انت راجل كبير وانت متربي. اي نعم هي نقطعه منه قله ادب انه يطرطق ودانه معانا، بس احنا برضه ناس متربيين. ابنك مش متربي يا استاذ. مش متربي ازاي؟ معقول؟ طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليله دي تعدي على خير. انت بتهددني ولا ايه؟ انا هعرفك مركزك. بتحترم نفسك يا راجل انت لسانك طويل ليه؟ عيب عيب يا محمود. انت راجل كبير وانت متربي. دول عالم زباله نعمل زيهم. بأقل ادب يا بوب نسكت له. يقل ادبه وياخد بالجزم على دماغه، بس احنا برضه متربيين. انتوا جايين تبوظونا الفرح ولا ايه؟ يا حمدي بيه يا حمدي. ايه يا جماعه في ايه؟ تعالى شوف معارفك دول اللي عايزين يبوظوا الفرح. شوف يا حمدي انا عامل خاطر ليك ولابنك وللبنيه الخبره اللي زي العسل دي. احنا كنا قاعدين في امان الله، فجاه الافندي ده راح قابل فينا زي الوبور. مين ده يا حمدي؟ ده عباس جوز ام العروسه وهو اللي مربيها. هو اللي مربيها، عشان كده بقى البنت طالعه خبره. مش انت خبره يا حبيبتي؟ خبرة. جرى ايه يا استاذ؟ احنا عروستنا خبره؟ لا بقى دي سفاله وقله ادب. خبره؟ ايه رايك بقى انها خبره؟ ولد اوعى تمد ايدك عليه، ده زي والدك. حد يمد ايده على واحد زي والده؟ انا هروح بقى البوفيه اكل لقمه لغايه ما تخلصوا. ها؟ على طول. الجماعه راحوا فين؟
جماعه ده ابني اللي واقف هنا. ما شاء الله. الكبير، ابني الكبير، أكبر واحد. هو الواد ده طول عمره فقري. بقول لكم ايه؟ انا جعان، انتوا مش جعانين؟ جعانين. في واحد في مصر القديمه اسمه زيكو تلوث. مين؟ زيكو تلوث عامل افتتاح النهارده بمناسبه خروجه من السجن. كان بيبيع سندوتشات حمير. لو ايه؟ في الشارع كده، لا اطباق ولا ترابيزات ولا بتاع، تاخد في حجرك وتمشي. زحمه والله. ولا روح عند بحه بتاع النصريه. مين؟ بحه بتاع النصريه، تبقى قاعد بتاكل وبتعيط، تاكل وبتعيط من فرط اللذه. ولا روح عند زيزو نتانا. مين؟ زيزو نتانا عنده شويه سندوتشات مهلبيه عجب. اسمح لي يا بابا، انا عازمك بالمناسبه السعيده دي. محل جميل قوي بيعمل اكل زي الفل. على ضمانتك؟ على ضمانتي. انا اللي هدفع. وانا موافق. يلا. شفت يا حبيبي وفرحت معاه، كان وصل جميل، حلو يا محلاه، حلو يا محلاه. شفت يا حبيبي مع ابوك ولا الكلب. يلا السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا باشا. ازيك؟ الحمد لله يا باشا. لا مكان هادي كويس. وانت اسمك ايه؟ سماحه يا باشا. سماحه. مناحة؟ سماحه. سماحة. ده مكان حلو. الله يخليك كويس يا قوي. باشا. ازيك؟ الله يخليك. الحمد لله. صوت منك قوي يا مناحة. الله يخليك يا باشا. مكان هادي فعلا. انا النهارده مبسوط. اخيرا محمود اتخرج. والله. يلا شد حيلكم كده وتخرجوا انتوا كمان. على فكرة انا طول عمري كنت لوحدي. ابويا كان عمده في البلد وبعتني هنا، اشترى البيت اللي احنا قاعدين فيه ده. قعدت في البيت ده لوحدي. كنت باكل لوحدي، بشرب لوحدي، بروح الجامعه لوحدي. ما كانش ليا اصحاب. انا عمري ما حسيت ان انا ليا اصحاب غير لما انتوا كبرتوا. وماما يا بابا؟ امك هي الوحيده اللي كنت بحس انها واحد صاحبي. 4 عيال زي الفل، اللي ما شفت واحد بيشرب سيجاره ملغمه ولا جنبيه كده ازازه بيره ولا ماشي مع بنت كده. اطمن يا بابا، كله تمام. لا يا شيخ، انتوا صدقتوا ده انا اديكوا بالجزمه. امورنا. هات لنا 5 فاتك كوارع وجنبيهم بقى شويه الحاجات بتاعتهم دول. سلطات؟ لا سلطات ايه دول؟ مش بتوع سلطات. هات لنا 5 ممبار و5 لحمه راس وشويه تحابيش بقى بتاعتهم. كباب. 5 كيلو كباب، 5 كيلو كفته، ريش. 5 كيلو ريش ضاني. كويس. في موز؟ في يا فندم. كويس. هات لنا بقى 5 موز بتلو. بتلو يا فندم. بتلو، 5 موز بتلو. وطواجن بقى 5 طاجن عكاوي، وصينيه بقى فيها مخاصي على شويه حاجات. حاضر. اسمع، في محاشي؟ في يا فندم محاشي. طب كويس. هات لنا بقى طبق محاشي مشكل. ورق عنب على بتنجان ابيض على بتنجان اسود على شويه حاجات كده. بدل محاشي صحيح ما تاخدوا حمام محشي. كويس، حمام محشي بقى كويس. هات لنا بقى 20 جوز حمام محشي.
بالفريك ولا بالرز؟ الاثنين يا فندم موجودين. الاثنين موجودين. طب اسمع، هات لنا بقى ايه 20 بالرز و20 بالفريك. ها اسمع استنى بس، انا لسه ما في ماشنكح. ماشنكح موجوده يا فندم. في مقلي ولا مشوي؟ مقلي. هات 5 مقلي و5 مشوي. حاضر يا فندم. ها؟ حاضر. يلا حد عايز حاجه تاني؟ لا كفايه قوي كده يا بوب. ما احنا لسه هنتعشى في البيت. لا تقرأ صحف الحكومة الكافرة ولا تشاهد السينما والتلفزيون فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تصلي خلف إمام يدخن السجائر، ولا تسمح لأمك أو أختك بالخروج بغير نقاب، ولا تصافح نصراني ولا تقرئه السلام، وإلا جهنم وبئس المصير. إلى الدرس القادم بإذن الله. يلا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم يا رجال، ومن نصر إلى نصر بإذن الله. احنا جنودك يا اخ سيف. هذا نظير جهادكم في سبيل الحق. بارك الله فيك. مالك يا أخي علي؟ الأيام بتمر والمجتمع لسه على فساده وضلاله. صبرا جميلا يا أخي علي. لحد امتى يا أخي سيف؟ أنا سبت الشغل وانضميت للجماعة من أجل تحقيق ثورتنا الإسلامية، ودينا عاطل بقالي سنين. واللي بتقوم به ده مش عمل، ولا كنت عايز تفضل تعمل عند الحكومة الكافرة؟ أنا قصدي يعني لا تجادل ولا تناقش يا علي، فهذا أمر خطير. أنت أميرنا ولك علينا السمع والطاعة. بارك الله فيك يا علي. أنا أريدك في أمر هام وخاص. ابقى فوت علي في البيت بعد صلاة العشاء، واحرص على ألا يراك أحد. إن شاء الله. إن شاء الله. لقد استخرت الله وفكرت طويلا، ورأيت أن خير حل لك يا أخي علي كي تهدأ نفسك هو أن تتزوج. وهو أنا ليس كان لما عليها عروسة أخي سيف؟ أنت من المجاهدين يا أخي علي، ولك في عنقنا سكنا وعروسة كمان. هي فين يا أخي سيف؟ موجودة بإذن الله، موجودة. يا رشيدة، يا أختي رشيدة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رشيدة تبقى الأخت الصغرى لإحدى زوجاتي. يا رشيدة، لقد اخترت الأخ علي زوجا لك، فهل توافقين؟ الرأي رأيك والشورى شورتك، المهم رضاك. إذن مبارك مقدما بإذن الله. والعرس إمتى إن شاء الله؟ صبرا جميلا يا علي. مش لما تفي شهور العدة الأول؟ هي مطلقة؟ أجل، كانت زوجة لأحد الرجال الخارجين على الدين الذين يعملون مع الحكومة الكافرة، ولكني طلقتها والحمد لله، وستكون من نصيبك. أفضلك علينا كثيرا يا أخي سيف. أنت تستاهل كل خير يا علي. نتكلم بقى في الجد. أنت مش مطلوب منك مهر، ولكن إذا شئت أن تقدم لعروسك هدية فمقبولة بإذن الله. يا أخي سيف، أنا لا أملك إلا ال50 جنيه اللي أنا قبضتهم النهارده. لا 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 لا، أنت هديتك لعروستك أكبر من كده بكتير. عملية فدائية ترهب بها أعداء الله والدين. أنت أميرنا ولك علينا السمع والطاعة.
مين؟ افتح يا اخي سيف، انا علي. ايه اللي جابك؟ امشي امشي. افتح يا اخي سيف. انت جننت. انا سبق 1000 مره ونبهت ما حدش يتصل بيا بعد اي عمليه. مش لاقي حته تتوه فيه، البوليس مالي المكان. حد وراك؟ لا. ادخل ادخل. امال فين بقيه الاخوه؟ البوليس تمكن منهم. يبقى لازم تنزل مصر دلوقتي حالا قبل ما يعترفوا عليك. انا ما اعرفش حد في مصر يا اخي سيف. سأدبر لك مكانا تختبئ فيه كم يوم لحد ما اتصل بيك. يلا روح انت بات في الجامع ولا زاويه وتفتش الجوامع. ربنا يحميك. طب والعروسه يا اخي سيف؟ العروسه يا اخي علي في الحفظ والصون، وليك عليا بعد ما تهدأ الاحوال اجيبها لك ولحد عندك. طب ممكن اسلم عليها دلوقتي؟ وده وقته يا اخي علي. يلا بقى. ايوه بس وبعدين معاك. لا تجادل. قلنا لا تجادل ولا تناقش يا علي. اتخرج بقى. ما تعرفش يا اخويا اتوبيس العتبه فين؟ امشي امشي. اهدى، ده بان عليه مجنون ده ولا ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاقي عندك كتاب عذاب القبر يا اخ؟ انت عايز القبر ولا عايز العذاب يا مؤمن؟ العذاب موجود، ولكن القبر الاقيه فين؟ تعالى الله وانا ادلك. الزاد بتاعك هنا اهو. عسل وجبنه قديمه وبتاو ناشف. ان شاء الله تعالى. انا باقي هنا قد ايه؟ هذه امور لا يعلمها الا الله والامير. وخلي بالك اوعى تظهر للجيران ولا تعمل صوت تخليهم يحسوا بوجودك. مالكش دعوه بالصندوق ده. هو في ايه؟ شويه قنابل على متفجرات. وانا هنام هنا ان شاء الله باذن الله. خد المفتاح اهو، وتعالى ورايا في الباب بعد ما اخلص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مين؟ افتح يا اخي علي. السلام عليكم. اهلا يا اخ سيف. امال فين الاخت رشيده ما جاتش يعني؟ صبرا جميلا يا اخي علي، زبانية الحكومة لسه عينهم علينا والحرص واجب. ما تنور النور يا اخي، انت مضلمها كده ليه؟ مالك يا علي؟ وشك اصفر ليه؟ تعبان شويه يا اخ سيف. المرارة رجعت تعلي عليك من تاني؟ هي مراره. امسك دول شوية حبة البركة، فيهم الشفاء والبركة بإذن الله. ايدك. ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله. امال فين الاخت رشيده؟ في الواقع يا اخي علي، الاخت رشيدة تزوجت من الاخ شعلان. تتجوز ازاي وهي خطيبتي يا اخ سيف؟ لا تجادل يا علي، انا خفت عليها من الفتنة فزوجتها من اخ كريم يا اخي. لكن ما تزعلش، لك غيرها ان شاء الله. المهم هناك مخطط للتخلص من بعض اعداء الدين. مين؟ بعض زبانية الحكومة اللي بيعذبوا اخواننا المقبوض عليهم، امثال المقدم جلال بتاع مصلحة السجون، والكاتب الزنديق فؤاد مسعود، شل الله يده ولسانه ولا اراه خيرا ابدا، بيتهجم علينا في الجرايد والندوات. انا معاكم ان شاء الله. انا اصلي كمان زهقت من حبستي هنا. بارك الله فيك واكثر الله من امثالك. جهز نفسك من بكره يا بطل. انا جاهز من دلوقتي يا اخ سيف. لا، وجهك أصبح مألوفا لدى الزبانية، لذا وجب التخلص من اللحية وتغيير زيك. التخلص من لحياتي وأعود لزي الفرنجة بعد ما ربنا تاب عليا يا أخي سيف؟ للضرورة أحكام يا أخ علي، وكله في سبيل الله. نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذوا يا رجال، من نصر إلى نصر بإذن الله. سيبها. ليه؟ انت هتقود السيارة بعد ما تنزل اخوانك، وجايز تتعرض للتفتيش. مش فاهم. قالوا لك افتح الشنطة، هتعمل ايه؟ هفتحها. وبعدين؟ هقول لهم ده كتاب، ده كشكول، ده مجلة، ده ملف، وده مسدس. على بركة الله. لا، لن ينتصر الإرهاب، لن تموت مصر، فمصر بلد الأمن والأمان. لن يخيفنا أعداء الله الذين يتمسحون بالدين
والدين منهم براء. لن ينتصر التخلف، لن تنتصر الجهالة. ستظل مصر كما كانت دائما ترفع لواء النور والتقدم والحضارة. لا، لن ينتصر الإرهاب ولن تموت مصر. شكرا للكاتب الكبير والصحفي القدير الدكتور فؤاد مسعود. فلك الكافر. ليوم يلا بينا. ابتدي امام جنب امام اسفل بنشاط جنب اماما اسفل مع الموسيقى جنب اماما اسفل. يعني ده معقول؟ متجوز كباس انا طول الليل مش عندها لحمية يا حسن؟ تعمل عملية. ما هي خايفة لا تموت. ده كلام انهزامي ما احبوش. احنا عندنا اعظم دكاترة واحسن مستشفيات. ثم انا عامل حسابي لكل الاحتمالات. حتى الحنوتي والفقهاء معايا حسنات. يصير بعد الشر عليها. شر ايه؟ هو في بعد كده شر؟ صباح الخير. لا صباح الخير. طبعا حضرتك ما نمتيش طول الليل علشان بتحلي الكلمات المتقاطعة. ايوه يا اختي متقاطعة قوي ملهاش اي حل. عمركم ما هتتجوزوا الا اذا سمعتوا كلامي. هتيجي تمرن عندي في المكتب، الشهادة بتاعته دي مش هتنفعه بصله. يا ابني ده معاه معهد تربية مش لسان حقوق. مش المهم الشهادات، المهم التمرين، والتمرين مع واحد محامي زيي. طب خليه بقى يتمرن مع محامي عدل. عارفة عطية، انت زوجة ممتازة كاملة، مش ناقصك غير حاجة واحدة. عارفة اعمل عملية اللحمية وده بعدك. لا 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 لا، دي هتعمليها بالذوق، هتعمليها بالعافية هتعمليها. أنا قصدي على حاجة تانية. إنك تؤمني بعبقرية جوزك. يا أخويا بابا النهارده أول الشهر. يا حبيبي قلت لك 100 مرة ما تقوليش بابا. يا راجل أنت اتجننت، ده مش ابنك ده ولا إيه؟ وبعدين يا بابا؟ يا ابني بابا إيه؟ أنت مش شايف طولك؟ اللهم صل على النبي، أنت هتقول على الواد. يا بابا يا حبيبي بابا مين؟ ده أنت اللي بابا. ما تزوقش من الموضوع، أنا فاهمك كويس. وطي قبل ما ابوسك. النهارده هتتحل كل المشاكل. هجيب لك العجله، اقساط التلفزيون والثلاجه هتدفع. انا النهارده هلعب اللعبه الكبيره. ماما يعني ايه اللعبه الكبيره؟ اوعي تسمعي كلامه وتخلي فتحي يشتغل معاه. ما يمكن النحس يتفك واتجوز يا عطيه. يبقى عمركم ما هتتجوزوا، واذا اتجوزتوا هتعيشوا على السبانخ. انت بتحضر شنطه هدومك ليه؟ انت ناوي تعملها؟ ملهاش حل. وعاوزه فتحي يتمرن معاه؟ عارفه يا عطيه، قبل ما اتجوزك كنت عامل حسابي ان انا اكون زعيم او رئيس جمهوريه علشان اصلح احوال العالم. وايه اللي خيبك؟ بعد ما اتجوزتك لقيتك انك انت لو بقيتي ملكه او مرات رئيس جمهوريه هتفتري على العالم. قلت بلاش، الطيب احسن. لا فالح جدع انت، وانا خلي الناس تعملي تمثال في ميدان التحرير. حتى انت عطيه طمعانه في ميدان التحرير. وانا اعمل لك ايه؟ انت لسه ما لبستش؟ نهارك اسود لو سوحت النهارده من المدرسه،
ودي اللي اقول لزمايلك ان امك اسمها عطيه. يوه يا فتحي، وانا هشرح لك في التليفون يا اخي؟ انت ما بتفهمش الا لما ارسم لك على الورق. اخدت شرابي؟ ايه اللي خدت شرابك؟ امبارح تقولي لي خدت مش فاهم ايه، والنهارده تقولي لي خدت شرابك. جوزك يقول ايه عليا؟ هتيجي ولا مش هتيجي؟ هو جاي؟ قولي له يغسل سنانه بالفرش قبل ما يجي. ما تجيش يا ابني، انا اللي هفوت اخدك. تعالي هنا. ايه؟ تعالي. اسمعي بقى، ده رابع عريس تطفشيه مني عشان اقعد اخدم لك في جوزك وابنك الشحط ده. المره دي مش هسمح لك ابدا. ايش بعيبه يا ابني؟ ما تشفط كرشك، مالك متنفس كده انت راخ. هنا القاهرة. ازيك يا زينب وازاي امك؟ انتوا مش جايبين سبانخ ليه النهارده؟ ده اجمل خضار في العالم السبانخ. لما يكون باللحم. والله لما يبقى بالبيض يبقى احلى، وسادة يبقى احلى واحلى. هو ده بقى عطيه البليل المائي. بدل ما تتفلسف اتجدعن وخلينا نعزل من المخروبه دي. هتجدعن ازاي اكتر من كده؟ ده انا ماشي على طراطيف صوابع اهو. صباح الخير يا عم ابراهيم. صباح الفل. عندك سبانخ؟ مش موسمها يا ست. طب اديني حزمتين ملوخيه وتعالى حاسبني في الفرصه. اي خدمه. لا دي وحشه، هدي. ماشي، اي خدمه خدامك. يلا بسرعه روح عند الفتحي، انا ما احبش المساعد بتاعي يوصل المحكمه بعدين. حمام. حمامة ايه؟ حد يقول حمامه؟ قولي طياره، صاروخ، الحمام ده بقى بطيء. طيب يلا سيب الشنطه روح على المدرسه بتاعتك. لما اركبك تاكسي يا بابا. يا دي النيله على بابا، انت مستقصدني يا حبيبي. يلا اجري على المدرسه بتاعتك. عملت لك حاجه على السرعه عشان تاخد نمرتي؟ لا. الله، ايه بلاش نفطر في وسط عيالنا. تفطر وسط ولادك؟ كمان ولادك صيع ما بتودهمش مدارس؟ السرقه اللي بتسرقوها دي كلها وما بتعلموش ولادكم؟ اتفضل على المحكمه. لازمتها ايه المحكمه بس يا سعاده البيه؟ اتفضل على المحكمه. كلام يا استاذ، القضيه خلاص هتبتدي. ادفع البونديرو وسيب له 100 جنيه، هات الشنطه. حاضر. جاهزين يا استاذ. شهود ايه؟ ده قضيه منيله بنيله. يعني ايه يا استاذ؟ تدفع 50 جنيه دلوقتي و300 جنيه بعد حكم البراءه على طول. يعني عايزني ادفع 350 جنيه يا استاذ؟ دي اتجار في عمله يا سيد. طيب انا هدفع 50 جنيه دلوقتي و100 بعد الحكم. انا همشي. نتفاهم يا استاذ. 50 جنيه دلوقتي و150 جنيه بعد الحكم. حاضر يا استاذ. تدي للمساعد بتاعه 10 جنيه، واي كلمه زياده هاخد الشنطه وامشي. حاضر حاضر. فتحت الجلسه. اتفضل يا استاذ، قضيتك نمرة 35 وعندنا 175 قضية في الرول. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية التي أمامنا قضية بسيطة جدا وواضحة تماما. فالمتهم ضبط وهو يتاجر بالعملة الصعبة، والأدلة ثابتة والسجن مصيره لا محالة. الله يخرب بيتك يا استاذ. ولكن ولتسمع عدالة المحكمة أن أبين بعض النقاط قد تكون خافية على العامة ولكنها بالطبع لا تخفى عن سيادتكم. هل من العدالة أن نعاقب متهم على جريمة نحن نرتكبها جميعا؟ أنا لن أتكلم عن الحكومة. بقول لك ايه، اصطبح وقول يا صبح. سيادة الرئيس أنا بقول لن أتكلم عن الحكومة. فالحكومة يا عندنا حسن. سيادة الرئيس أرجو من عدالتكم أن تسمح لي أن أنا أكمل مرافعتي. اتفضل اتفضل يا سي حسن. فالحكومة عندنا تتاجر في السوق السوداء للعملة. يا حسن. سيادة الرئيس أنا معايا أدلة. أنا آسف لعدالة المحكمة، أنا عايز أقول إن الأدلة أهو يا فندم، أهو سيادة الرئيس. في عندي قرار من البنك المركزي رقم 84 لعام 1977. في كمان يا فندم، خد اديله البتاع دي يمكن تنفعه. عندي قرار يا سيادة الرئيس، في قرار آخر، قرار من هيئة الاستثمار رقم 18484 لعام 79. في كمان عندي قرار يا سيادة الرئيس أنا أحب أوضحه لسيادتك، في قرار هام جدا. أيوة أهو يا فندم.
قرار وزير الاقتصاد. خلصنا يا حسن. اللي انا عايز اقوله يا سيادة الرئيس ان الحكومة بتاعتنا حكومة رشيدة، حكومة رشيدة حقا، بتجمع الفلوس والعملة الصعبة من السوق السوداء من اجل مصلحة هذا البلد. ومن منا ضد مصلحة هذا البلد؟ ها؟ لا احد بما فيهم هذا المتهم، ولكن ايضا من منا لا يتعامل بالعملة الصعبة. ان اريد ان اقول يا سيادة الرئيس من في هذه القاعة لا يتعامل بالدولار. القضية أيها السادة تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون، تحتاج إلى روح العدالة أكثر من حاجتها لتفسيرات محكمة النقد. سيادتك عندك ثلاجة 16 قدم؟ جبت الدولارات بتاعتها منين؟ من زمان. وحضرتك؟ يا عجوز. وسيادتك؟ قلبت كتابة الكويت ودفعوا لي ثمن هناك. وهربت من الضرايب. وهكذا يأتي السؤال أيها السادة، إذا كان رب الدار بالدف ضارب فلماذا لا يرقص أهل البيت؟ موكلي كان يرقص، وليس هناك قانون أيها السادة يمنع الرقص. هل هناك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص؟ ندب. انا بهرب من الضرايب يا حسن، انت عاوز توديني الداهية؟ حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر. ممكن دخل. تقعد في المكتب ما تتحركش. المواعيد من 10 ل1 ومن 3 ل6، مالكش دعوه بالتوقيت الشتوي. حاضر يا استاذ. اي حد يسأل عليا انا في سويسرا بترافع في قضيه افلاس البنك السويسري الدولي. ال 200 جنيه تديهم لاختك، 100 عشان عجله الواد، و50 جنيه للاقساط، و50 جنيه تشيلهم لعمليه اللحميه. بنت حسن انت كسبت القضيه؟ طبعا مش شايفهم مرحلين على السجن. تكنيك غريب في الدفاع ده. طبعا ليكم حق تبوزوا ويبقى حالكم بالبلا. كل ده عشان ما عرفتوش تنقوا المحامي بتاعكم. المحامي نص القضيه يا ساده. حسن عبد الرحيم المحامي 5 شارع فؤاد زغلول. حسن عبد الرحيم المحامي 5 شارع فؤاد زغلول. حسن عبد الرحيم المحامي 5 شارع فؤاد زغلول. انا بتكلم كلام غلط. اتفضلوا. اهلا يا مت. اهلا، ازيك يا عبد الجبار؟ اهلا وسهلا. والله زمان. زمان ايه يا راجل؟ انت كنت هنا السنه اللي فاتت. والله وحشتنا ايامكم اللي زي النيل يا عبد الجبار. خد منه الشنطه يا عبد. يلا يا مسجون الدعاء، يلا هات الشنطه. اهلا بالوحوش. ازيك يا عربي؟ اهلا. تعال. ازيك يا متر حسن؟ ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا اخويا؟ الحمد لله. ازاي امك؟ بوس ايدك. ازيك يا زينهم؟ فل. ها دوست يد ولا لسه؟ لسه يا متر. يخرب عقلك، امال هتعيش حياتك الطبيعيه ازاي؟ حط انت السماعه يا حيوان واديني الخط. مين بيتكلم؟ انا مفتش مصلحه السجون يا كلب. امرك يا فندم. ها مين معانا بقى عشان هنتسلى عليه؟ محدش جديد غير واحد اسمه حسونه محرم واخد 99 سنه في قضيه مخدرات. حسونه محرم، حلو ده، حلو. مين تاني؟ سليم ابو زيد. اوبا، سليم ابو زيد. طارت عليه الايام وجه. مكتب المتر حسن عبد الرحيم. ايوه اديني المتر وحياتك. انا المت. انت المتر ازاي يا حيوان؟ هو ده الكلام اللي قلته لك يا فتحي؟ مش قلت لك المتر في سويسرا؟ بيحضر قضيه البنك السويسري الدولي. انا اسف يا فندم، انا اي اوامر. دور لي في الجرائد القديمه على قضيه واحد اسمه حسونه محرم بتاع مخدرات، عليه مجموعه احكام 99 سنه، عايز كل المعلومات اللي عليه. حاضر حاضر يا استاذ. هو جه امتى؟ في مشير السنه اللي فاتت. فين يا اخويا؟ في مشير السنه اللي فاتت. في مشير؟
بيكتب عندكم في الورق الرسمي مشير؟ في مشير. يا ناير يا حيوان، مش هيطلع من سنة 30. سيبيه يا اختي، سيبيه يا حبيبتي، سيبيه خليه يشوف شغل. مين النمرة الجديدة يا عبد الجبار؟ انا نمره برضو يا حيوان. مين؟ متر حسن؟ ازيك يا مليم؟ ازيك انت؟ ازاي امك؟ امي تعيش انت؟ من اكل مخدرات، نتقابل في الطابور يا حلاوه. ماشي يا عسل. امال فين زلزالة حسونه محرم؟ اللي قدامك دي. مساء الخير. معقولة حلاوتكم دي؟ ده انتوا حاطينه في زنزانة 5 نجوم. مين بيتكلم؟ بيسأل حضرتك مين؟ ما هيخرج ليه؟ ده جاب نسوان في الزنزانة. وبعدين بقى مين اللي بيتكلم؟ بيسأل حضرتك مين؟ نعم يا حبيبي، نعم يا اخويا. لا ده هو يا بيه. اقدر اعرف مين بيتكلم؟ ما قلت لك انا مفتش مصلحة السجون يا حيوان. ازاي الحال؟ طب احط العروسه وافهم سعادتك. قصدك تتفاهم مع سعادتي. امال لما حضرتك مفتش لابس كده ليه؟ امال اعمل زي غيري؟ كل ما اروح في حته ليهم اهلا حضره المفتش، نحن وراءك يا سياده المفتش. اشرب يا راجل، اشرب يا شيخ، دي بلد عجيب. اشرب. عبد الجبار راجل انت، تعالى اقعد بلا عبد الجبار بلا بتاع. تعال تعال.
قدامنا كتير؟ لا هنوصل دقايق. نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي في مصر. وحشتك؟ قوي. توصلي بالسلامة ان شاء الله. ميرسي. سيداتي سادتي، نقترب الآن من ميناء القاهرة الدولي. كابتن إيهاب عبد العزيز وطاقم الطائرة يتمنى لكم إقامة طيبة، رجاء ربط أحزمة المقاعد والامتناع عن التدخين. الحمد لله على السلامة يا دكتورة فاطمة. الله يسلمك. انت تعرفني؟ اه طبعا. لكن انا ما اعرفكش. ازاي؟ ده احنا اتقابلنا كتير قبل كده. في شيكاغو، واشنطن، سان فرانسيسكو، ونيويورك طبعا في مركز الابحاث الطبية. حضرتك بتشتغل في مركز الابحاث؟ لا، ليه واحد قريبي بيشتغل هناك. دكتور درايتون. درايتون؟ طبعا، ده زميلي في نفس تخصصي. مم. انت بتقول انه قريبك؟ ايوه. انت مش مصري؟ مصري طبعا. والدتي مصرية، ووالدي جنسية امريكاني. وهو قريبي من ناحيته. اهلا وسهلا. اسمي جلال. جلال؟ جلال سلطان، وبشتغل خبير سياحي. اهلا وسهلا. فاطمة الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة. ولا قوي خالي اهلا يا بطاطا. ويلكم. مش تباركيني مش انا اتجوزت؟ فين الراجل اللي كان طالع معايا دلوقتي؟ راجل مين؟ في راجل طلع معايا دلوقتي من الطيارة. ما كانش معاكي حد ابدا. يوه يلا وحشتوني. وحشتني قوي يا وحش. سيجارة. يا معين. وانتي وحشتني قوي شوكولاته. يلا يا جماعة مدي يا بطاطا مدي. تعالي هنا. ازاي ما تقوليليش في ولا جواب من جواباتك انك انت اتجوزتي؟ اصلك مش عارفه يا بطه، احنا اتجوزنا وما اتجوزناش. يعني ايه؟ حجزنا شقه في مشروع اسكان وقالوا لنا هتستلموها بعد كام شهر. قمنا اتجوزنا، فاتت 3 سنين لحد دلوقتي. طب وهتستلموا الشقه امتى؟ مش باين هنستلمها ابدا. المشروع كله طلع عمليه نصب في نصب، وفي قضيه منظوره قدام المحاكم، ولو رجعت لنا فلوسنا هيبقى كويس. مش معقول. تصوري كل الفلوس اللي حوشها محمد في الخليج. يا خبر ابيض. وانتوا عايشين فين دلوقتي؟ هو عايش عند مامته وانا عايشه عند مامتي. مش معقول. معقول جدا وعادي كمان، وكل عرسان البلد زينا كده. يبقى انا على كده بقى عمري ما هتجوز. يلا نكمل كده. يا اخي اركب. اركب يا سيدي، ده انت ليك قوي. ما انا عارف حركاتك. اوه ما بدخنش. شايفه مصر منوره ازاي؟ ويلكم يا بطاطا. ميرسي يا خالي. بيتنا وحشني شكلي يا ماما، نفس الريحه ونفس ريحه البخور العظيمه. بخور عمك الحاج ادم. هو فين يا ماما؟ وحشني قوي ونفسي اشوفه. ده لسه ساكنه قدامنا زي ما كان، بس في الوقت ده بيبقى لسه في الجامع وما يرجعش الا بعد صلاه العشاء. يا نور النبي يا نور النبي يا ابن ادم اهو. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. أنا بحمد ربنا يا بنتي اللي مد في عمري لغاية ما شفتك يا بنت أغلى الناس. انت عارف انا كنت ببعت لك السلام في كل جواباتي. طبعا. عن إذنكم بقى. ما تيجي معانا يا مان. عامل بحسكم يا رب يا رب. مع السلامه. مع السلامة. ويلكم يا بطاطا ويلكم. ثانك يو فيري ماتش. منورة ست الكل. اهلا نورتي بيتك يا حبيبتي والله زمان. وحشتيني. البيت ده وحشني قوي يا ماما. نورت مصر وضلمت امريكا. انت بالك يا حبيبتي. وحشتوني قوي قوي. ايه دي؟ الشنطه دي بتاعت مين؟ شنطتك جت مع شنطتك. لا دي مش شنطتي. امال ايه اللي جابها هنا؟ يا خبر، دي شنطه الاستاذ جلال. جلال؟ جلال مين يا فاطمه؟ واحد قابلته في الطياره، كان معايا لما شفتكم في المطار، اختفى فجأة، نسي شنطته مع شنطي.
بتقولي اسمه جلال؟ ايوه، حتى فكرني بالمرحوم الله يرحمه. مين المرحوم جلال؟ كان خطيبها ومات قبل ما تسافر. مات؟ خطبها ومات؟ مات ازاي يا وش السعد؟ انا السبب في موته. ما تقوليش كده يا فاطمه، الاعمار بيد الله. اصل جلال مات في حادثه. خلينا بقى في جلال صاحب الشنطه. بكره يجيلك ويدور عليها. ما يعرفش عنوان يا ماما. انت ما قريتيش الجرايد في الطياره ولا ايه؟ لا. ليه؟ صحيح، صورتك منشوره واسمك ووظيفتك يا دكتوره. ايه ده بمناسبه ايه؟ بمناسبه وصولك، يعني اخينا بقى بتاع الشنطه لو عايز يلاقيك مش هيتعب. ده مين اللي كتب الكلام ده؟ زمايلك في المركز القومي للبحوث. في واحد دكتور كده مش فاكره اسمه اتصل وقال هي هتيجي امتى وميعاد الطياره، وقال انه من المركز. دكتور اسامه؟ صح، هو ده. مين ده يا سيدي؟ ده يا ستي كان زميلي في الجامعه وفي المركز، وهو اللي اشرف على مشروعي بتاع الدكتوراه بتاعي. عارفه ان هو راجل طيب جدا ومن اقمر الناس اللي شفتهم في حياتي. قولي لي بقى، وحشتك اوضتك؟ موت، ما اقولكيش قد ايه. اظن بقى نسيبها ترتاح شويه. صح، اسيبكم انا دلوقتي بقى واجي لكم بعدين. الحمد لله على السلامه يا بطاطا. جود باي. مع السلامه. مع السلامه. طب وانا هروح فين؟ استناني في الصاله. انا جاي في الصاله؟ انا جايه. هاتي الهديه بتاعتي. دايما يهزر كده. قولي لي يا حبيبتي، نعم. هتفتحي الشنط بتوعك؟ انا بساعدك. لا يا حبيبتي سيبيهم لبكره بقى وعليكي طب خير. اسمعي بقى، انا هحضر لك لقمه صغيره كده على ميعاد العشاء ما يجي. انا اكلت في الطياره لكن عايزه ادبها مظبوط بقى بالليل. ده انا عامله كل الاكل اللي مثلك دي حبيبه قلب. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. يلا سيبيها ترتاح. تعرفي لو ما قلتيش انك تعبانه لا يمكن كنت هسيبك دقيقه واحده. لكن اسمعي، انا هروح اوزع جوزي وارجع لك جاري. يلا لحسن ده انت وعشان يموت. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يعني اخترت البعثه؟ احنا هنتناقش تاني انا مش موافق. عشان خاطري ما تأزمش الموقف. انا ما خلقتش الازمه. طيب الأزمة هي اللي فرضت نفسها. أنا طلعت الأولى على دفعتي والجامعة هي اللي رشحتني للبعثة دي. ده شيء أي طالب في الدنيا يتمناه. أنا كنت فاكراك هتفرح لي وتشجعني، مش تشجعني على إني أسيب فرصة عظيمة زي دي. اشجعك؟ اشجعك على ايه؟ على اننا ما نتجوزش؟ لما أرجع هنتجوز. لو سافرتي مش هنتجوز. يوه، هو تهديد؟ لا، ده قرار. مستحيل. وانا مستحيل ارجع في قراري. رايحه فين؟ مالكش دعوة. طب استني اوصلك. لا، مش محتاجة حد يوصلني، أنا عارفة طريقي كويس. فاطمه، فاطمه.
جلال جلال سلامتك يا بنتي. مالك يا حبيبتي؟ ده انت سخنه. ومالك حرقانه كده ليه؟ مالك يا فاطمه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقي كده وردي عليا. انت كنت بتصرخي ليه؟ ما اعرفش. ده انت صرختك جابتني من اخر البيت. مش عارفه في ايه يا فاطمه؟ فوقي كده وقولي لي كنت بتصرخي ليه؟ شفته يا ماما. شفته. شفتي ايه؟ ايه يا فاطمه؟ نفس اللي كنت بشوفه زمان. نفس الحلم. حادثة جناين. جلال الله يرحمه. هو ايه اللي فكرك بجلال وحادثة جلال؟ يمكن عشان صاحب الشنطة اسمه جلال؟ لا، أنا كنت بتفرج على الألبوم. قطع الألبوم وقطعة الصور اللي فيه. أنا عارفة، خليني يا ريتني قطعته بإيديا دول قبل ما ترجعي، ولا حرقته حتى. مش كفاية إن هو مات محروق؟ الأمر بيد الله يا بنتي. اترحمي عليه وقولي له الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي يا فاطمة، أنا هروح أصلي وهاجي أنام معاكي. لا يا ماما، روحي ارتاحي أنت، أنا بقيت أحسن. على كيفك. مش عايزة حاجة يا دكتورة؟ ميرسي يا حبيبتي. تصبحي على خير. وأنت من أهلك. يلا يا بط، فول بالزيت والكمون، ما يحبش تحميشه اللي قلبك يحبها. اكيد اهو. صباح النور يا حبيبتي. صباح الخير يا وادي قمر. انت صباح الخير يا دكتور. شكلك مستعجل. ورايا مليون مشوار النهارده، عندي الجامعه والمركز والوزاره، مش عارفه هجيب وقت ده كله منين. خساره، كنت ناويه اطلب منك توصليني التلفزيون. اوصلك اخر الدنيا، انت تأمري. قولي لي اخبار التلفزيون ايه؟ النهارده في امتحان للمذيعات الجداد. لو نجحت هسيب الوظيفه الاداريه. ان شاء الله هتنجحي يا حبيبي. صباح الخير. صباح النور يا استا. جود مورنينج. جود مورنينج. صباح الخير. ازيك؟ هاو ار يو؟ الحمد لله. فاين. نحمدوه. ثانك يو. ازيك يا خالد؟ فين السواق؟ السواق قدامك اهو، والعربيه واقفه قدام البيت ملعلطه منوره الشارع. والمفاتيح يا ست. دي مفاتيح جديده لانج يا خالد. طبعا جديده، معقول خالك يبقى عنده اجانس قد الدنيا ويجيب لك عربيه نص عمر؟ يا حبيبي يا خالد. يا حبيبتي. ميرسي يا خالد قوي، بس العربيات غاليه قوي دلوقتي. ما تغلاش عليك يا بطاطا يا غاليه، ربنا يجعلها وش السعد عليك. كده يا خالو، وانا بقى ماليش عربيه ولو حتى نص عمر. اوعدك بعربيه زيها تمام، يوم ما افتح التلفزيون كده والاقي وشك منور فيه بالالوان الطبيعيه. انا عايزاها عربيه بيضه. بيضه يا بطه. هي عربيه بطه لونها ايه؟ لونها دي مفاجاه. يلا ننزل. يلا يا حلو. يلا.
صباح الخير يا حسين. صباح الفل. على فين؟ تعالى افطر معانا. لا انا فطرت طب خلاص. اعمل لك قهوه ولا شاي؟ مفيش وقت، انا هاخد بطاطا تنزلني في سكتها، عندي شغل كتير. خلي جاب لي عربيه جديده يا ماما. ايوه مبروك يا حبيبتي، تعيش وتجيب لهم يا عشتي. حسين. يلا 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 عايزه العربيه من غير ما افطروا يا ولاد. لا 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 يلا. ده كلام. افطر انا. يا حبيب قلبي يا خالي، ربنا يخليك ليا يا رب. عجبتك؟ تجنن تجنن تجنن. ويلكم. حلوة قوي يا بابا. كده هتوصليني كل يوم. كل يوم. يلا. الله اكبر. برجلك اليمين. اهي. سم يا بطاطا. على مهلك يا بطة. ازيك يا سعيد؟ وحشتيني. دكتوره فاطمه اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضلي، دكتور اسامه منتظرك، ده لسه سائلني عليكي. انا جايه في ميعادي بالظبط. طول عمرك كده يا دكتوره، كل اللي في المركز كانوا بيظبطوا ساعتهم على مواعيد. اتفضلي. دكتوره فاطمه اسماعيل يا فندم. اهلا اهلا. ازيك يا دكتوره؟ اهلا يا دكتوره. اخيرا افتكرتينا. اتفضلي استريحي. انت اول واحد ازوره من ساعه ما وصلت، طبعا بعد الزيارات العائليه والواجبات اللي انت عارفها. الحمد لله على السلامه، وحشتينا قوي. يا ترى لسه مكاني محفوظ في المركز؟ والمركز تحت امرك وبيرحب بيكي، بل ومتمسك بيكي كمان، بس المهم تكون انت عايزه كده بصحيح. طبعا. انا عندي معلومات ان سيد الوزير طلب يقابلك. والميعاد اتحدد النهارده الساعه 12، يعني اخرج من هنا واروح على الوزاره على طول. الوزير هيعرض عليكي وظيفه هامه في ديوان الوزاره. انا هعمل ايه في الديوان؟ انا مكاني هنا في المركز مع ابحاثي. ومكتبك جاهز لاستقبالك من يوم ما وصل تلغرافك من امريكا بانك راجعه بالسلامه. انا يا دوب دلوقتي الحق ميعاد الوزير. كان يهمني قوي اعرف نتيجه المقابله. على العموم انا هكون في النقابه الساعه 2، يا ريت تتصلي بيا. لا هفوت عليك. على اذنك. مع السلامه. الله يسلمك. انس اتشرفت. مع السلامه. الله يسلمك.